لا لا لم نخلق عبثا. ازاي اقدم على منحه بشكل صحيح بالطريقه اللي تضمن ان انا هفوز ان شاء الله بالمنحه؟ 4 طرق تقدر تقدم بيهم وانت مطمن. رقم 1، لازم حضرتك تعرف ميعاد المنحه اللي انت عايز تقدم عليها. يعني مثلا لو انت اخترت منحه الحكومه الايطاليه عشان تقدم، فحضرتك هتدخل على جوجل تكتب منحه الحكومه الايطاليه او مايتشي، وحضرتك هتدخل تشوف امتى بتبدا المنحه. رقم 1، امتى بتبدا المنحه. وعشان تتأكد إن أنت عرفت ميعاد المنحة صح، حضرتك هتعمل الحاجة رقم 2 اللي هو هتقرا الباندو أو تقرا الكول فور ابليكيشن أو التعليمات الخاصة بالمنحة. في الباندو بيبقى مكتوب كل التعليمات الخاصة بالمنحة، يعني المنحة دي مثلا مقدمة من مين ومقدمة لمين، والمنحة دي هدفها إيه ومين اللي يقدروا يقدموا، يعني في كل تفاصيل عن المنحة اللي حضرتك عايز تقدم عليها. طب ايه هي المجالات اللي انا ممكن ادرس فيها؟ ايه هي الشروط اللي انا المفروض اعملها عشان استوفي شروط المنحة؟ يعني مثلا هل في سن معين عشان اقدم على برنامج معين ولا لا؟ فمن اهم الخطوات اللي لازم تعملها عشان تقدم بشكل صحيح لمنحة دراسية ان انت تقرا التعليمات اللي موجودة في المنحة كويس جدا. رقم 3، لازم حضرتك تكون مجهز بشكل منظم جدا كل الأوراق اللي هي المفروض هترفعها على الموقع بتاع المنحة. يعني مثلا حضرتك هترفع السي في يكون updated، يعني يكون في كل حاجة انت عملتها بشكل منظم. رقم 2، هترفع المؤهلات بتاعتك سواء انت أخدت بكالوريوس أو ليسانس ماجستير دكتوراه whatever اللي انت أخدته ايه. رقم 3، الكورسات اللي انت اخدتها، حضرتك اخدت ايلتس، خدت تويفل، خدت كورسات معينة في مجال ما في المجال بتاعك، برضو لازم الحاجات دي تبقى موجودة. رقم 5، لو في ريكومنديشن ليتر مطلوب، يعني لو في جواب توصية مطلوب ان انت تقدم لبرنامج معين. يعني لو انت مثلا عايز تقدم ماجستير، ساعات بيطلبوا منك ان انت تجيب 2 مثلا ريكومنديشن ليتر من الدكاتره اللي هم درسوا لك قبل كده، يعني بشكل يعني كانها توصيه لو انت عايز تدرس دكتوراه بنفس الطريقه. وكمان من ضمن الاوراق اللي ممكن ترفعها هي experience certificate او شهادات الخبره اللي معاك. يعني لو انت اشتغلت في مكان معين والمكان ده ليه علاقه بشكل ما بالبرنامج اللي انت عايز تدرسه، ده طبعا هيدعم موقفك جدا. بعد ما حضرتك هتجهز كل الاوراق دي، ما تنساش ان انت تترجمها. الترجمه سواء تكون باللغه الانجليزيه او باللغه الايطاليه. بعد ما عرفت ميعاد المنحه وقريت التعليمات كويس وجهزت كل اوراقك مترجمه سواء باللغه الانجليزيه او باللغه الايطاليه، ما تنساش تعرف الاسكادنسا بتاعت المنحه او امتى هتنتهي المنحه عشان تعرف تقدم في الوقت المطلوب. هتلاقي معظم الناس بتأجل وتقدم لاخر يوم عشان يخلصوا كل حاجتهم بشكل يعني بيرفكت جدا. ونصيحتي ليك ان انت ما تستناش لاخر يوم عشان تقدم وترفع الابليكيشن بتاعك، عشان معظم الناس بتعمل كده، وللاسف ناس كتير ما بتلحقش تقدم لان الموقع بيبقى تقيل جدا وممكن ان انت ما تلحقش تقدم. فنصيحتي ان انت تقدم بدري شويه، ما تستناش لاخر يوم. طيب انا دلوقتي اتبعت كل التعليمات اللي انت قلت عليها، ان انا عرفت ميعاد المنحه امتى، قريت الباندو كويس وعرفت كل الشروط وكل التعليمات اللي انا المفروض اعملها، وجهزت ورقي كويس جدا وترجمت الورق. ايه المفروض اعمله تاني؟ بس قبل ما اجاوبك على اهم سؤال وهو ازاي افوز بالمنحه الدراسيه واقدر اجي ايطاليا بشكل قانوني، حابب اقولك لو انت مهتم بدراسه اللغه الايطاليه وعايز تعرف اكتر عن اللغه الايطاليه، القناه هنا بتقدم دروس لتعليم اللغه الايطاليه للمبتدئين من الصفر، وفي اوريدي بعض الدروس اللي موجوده فممكن ترجع لها. نيجي بقى لاهم سؤال في الحلقه وهو ازاي افوز بالمنحه الدراسيه. يبقى لك حاجه واحده بس تقدر تعملها، هو ان انت تقرا الابليكيشن بتاعك كويس جدا، السي في كاتب في ايه بالظبط، لان للاسف في ناس بتكتب السي في وهم مش عارفين ايه اللي كاتبينه. فممكن الممتحن او الانترفيور اللي بيمتحنك، الدكتور اللي بيمتحنك من الجامعه الاجنبيه او من الجامعه الايطاليه، يسالك على تفاصيل في السي في، فحضرتك لازم تكون عارفها. دي رقم 1 من اهم الخطوات عشان تفوز بالمنحه الدراسيه. هي اخر خطوه، هي المقابله الشخصيه او الكولوكويا. وعشان تبقى مجهز نفسك للمقابله الشخصيه، رقم 1 لازم تبقى قاري كل تفصيله في كل حاجه انت كاتبها. يعني لو ورقك كله تمام والدنيا متظبطه، هيتبعت لك ميل بميعاد المقابله الشخصيه، ولازم تكون محضر نفسك جدا للمقابله الشخصيه. طب ازاي احضر نفسي للمقابله الشخصيه بحيث ان انا اقنع الممتحن ان انا من افضل المرشحين للفوز بالمنحه الدراسيه؟ رقم 1 لازم تبقى مذاكر كويس جدا السي في بتاعك، يعني عارف مكتوب في ايه بالظبط. رقم 2، الموتيفيشن ليتر لازم تبقى دارسه كويس جدا وعارف برضه كل تفصيله فيه، وعندك اجابات ذكيه وسريعه
تقدر تقنع بيها الممتحن ان انت من افضل المرشحين اللي ممكن يفوزوا بالمنحه دي. وكمان من اهم الحاجات في الكولوكوي او في المقابله الشخصيه هي الثقه بالنفس. لازم تكون واثق في كل حاجه انت بتقولها، لازم الانترفيور يكون حاسس كده ان انت يعني واثق في نفسك وعارف كل حاجه انت بتقولها بشكل صحيح. لو عملت الحاجات ديت هتبقى موجود في ايطاليا قريب. بس كده، سلام.